هو ليه كل سنة في رمضان لازم نشوف نفس البطل، الراجل اللي بيضرب 20 واحد لوحده ومحدش يقدر يدوسه على طرف، بيتكلم بصوت واطي أحيانا بس البلد كلها بتسمع له؟ ليه القصة دي بالذات بتتكرر؟ وإيه السبب؟ هل لأن السوق عايز كده فعلا، ولا الفنان هو اللي عايز ينجم نفسه، ولا احنا اللي بنطلب النموذج ده؟ اللي هقوله في الحلقة دي هيغير نظرتك عن مسلسلات رمضان كلها، فما تنساش تعمل سبسكرايب، ويلا بينا نبدأ الحلقة. ازيكم جميعا وعاملين ايه؟ اول حاجة لازم نفهمها ان رمضان مش مجرد موسم دراما، ده اكبر بورصة مشاهدة في السنة. نسب الاعلانات بتوصل لارقام ضخمة جدا، والقنوات بتراهن على العمل اللي يضمن الترند. المنتج مش بيدور على افضل فكرة خالص، بيدور على اضمن عائد. يعني ايه؟ يعني محدش عايز يجرب، محدش عايز يخاطر، فبيختاروا القالب اللي نجح قبل كده. وهنا بيظهر قالب البطل الشعبي القوي، لانه سهل في التسويق، سهل يعملوا منه مقاطع قصيرة ويوزعوها على التيك توك والانستجرام، وبيخلق حالة من الجدل، وسهل يدخل الترند ويتصدر. ولكن السؤال هو ليه الجمهور نفسه بيتفاعل مع النموذج ده؟ هل هو بيحبه؟ ببساطة المواطن العادي حاسس بالعكس قدام بيروقراطية، وحاسس انه مش قادر ياخد حقه بسهولة، حاسس ان الدنيا كلها ماشية بالقوة مش بالقانون. فبيجي رمضان، مش محمد رمضان، اقصد شهر رمضان، ويشوف راجل بياخد حقه بايده، محدش بيعرف يوقفه، بيقول كلمة والكل بيسكت. ده اسمه في علم النفس تعويض رمزي. انت مش قادر تعمل ده في حياتك فبتعيشه على الشاشة. ولكن ده بيفرض لي سؤال تاني، هل الفنان هو اللي بيطلب الصورة دي، ولا المسلسلات هي اللي بتحطه في قالب واحد؟ الواقع بيقول ان ايوه، لان النجومية في الوطن العربي مرتبطة بالهيبة والسيطرة والصوت العالي والحضور الطاغي. لو نجم عمل دور ضعيف مرتين، الجمهور ممكن يقول هو ماله ما بقاش زي الاول ليه. فالنجومية نفسها بتتحول لسجن، النجم نفسه يخاف يخرج بره الصورة اللي الناس حاطة فيها، لان التنوع مخاطرة. لو عمل اجتماعي عميق شوية ممكن ما يجيبش مشاهدات، لو عمل فلسفي ممكن يبقى تقيل على نفسية الصايم اللي قاعد بيتفرج عليه. لكن صراع راجل قوي وخصم شرير وضرب وخيانة وانتقام، دي وصفة مضمونة جدا وسهلة الترويج. ولكن الجزء الأخطر في الموضوع هو البعد الغير مرئي. في نقطة حساسة شوية، الدراما اللي بتعرض فساد فردي وصراع شخصي ومشاكل بين أفراد أسهل وأأمن من دراما بقى بتناقش منظومات أو مؤسسات أو بتعمل نقد شامل. فالأعمال الفردية بتبقى أقل صداع إنتاجيا وأضمن من ناحية الجدل اللي هم عايزين يوصلوه. ولكن هل ده معناه إن النوع ده أصلا نوع وحش؟ النوع مش وحش، ولكن المشكلة مش في وجوده، المشكلة في سيطرته على باقي الأنواع. لما يبقى هو النموذج الوحيد، هنا بنبقى قدام فقر شوية في التنوع، وبيفرض علينا سؤال أهم، هل النوع ده هيفضل مكمل؟ الجيل الجديد بيتفرج على منصات وبيحب التعقيد وبيشوف أعمال أجنبية، وبقى يحب الأنتي هيرو مش بطل مثالي. فممكن بعد كام سنة النموذج ده يتكسر، لكن طول ما السوق عايز أمان والإعلان عايز نسب مشاهدة والجمهور لسه متفاعل مع النوعية دي من الأعمال، النموذج ده هيكمل معانا شوية. خلاصة الموضوع ما هوش مؤامرة ومش صدفة ومش طموح نجم لوحده. الموضوع اقتصاد ونفسية جماعية وإدارة مخاطر وثقافة شعبية وصورة ذهنية عن القوة. ولو عايز التغيير ده يحصل، التغيير مش عند الممثل ولا عند المنتج، التغيير الحقيقي عند المتفرج، لأن الحاجة اللي بتنتشر وبتتشاف هي اللي بيتعمل منها أكتر. فاسأل نفسك السؤال ده، لو رمضان فيه مسلسل البطل بتاعه مش بيتضرب لكن بيفكر، هل انت هتتفرج عليه، ولا هتدور على الصايع الجدع اللي بياخد حقه بنفسه ما بيستناش عليه؟ ومن هنا تبقى انت بداية التغيير اللي ممكن يحصل في رمضان الجاي. وكل عام وانتم بخير. لو الحلقة عجبتك متنساش تعمل شير عشان الناس كلها تستفيد من المعلومات دي، وفي نفس الوقت تعمل لنا سبسكرايب، تابعنا على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام عشان تبقى اول واحد يتابع الحلقات الجاية. شكرا.